فما هي البواعث والدوافع التي تعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى على الخلاص من الذنوب والبعد عنها والمسارعة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من فعلها وارتكابها؟ وهو كما ترون موضوع عظيم الأهمية جليل القدر. وثمة بواعث كثيرة تطرق لها أهل العلم في بطون الكتب وفي مصنفاتهم النافعة ومؤلفاتهم المفيدة، تعين العبد بإذن الله سبحانه وتعالى إذا عرفها وأعملها في حياته على الخلاص من الذنوب والبعد عنها. ورأيت الإمام العلامة المربي ابن القيم رحمه الله تعالى أجاد في هذا الباب إجادة عظيمة، كما هو رحمه الله تعالى في عموم تصانيفه ومؤلفاته. فذكر رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في فصل خاص البواعث التي تعين العبد على الخلاص من الذنوب. وذكر رحمه الله تعالى 20 باعثا، جمعها جمعا عجيبا وأوردها إيرادا متينا، وبينها رحمه الله تعالى بيانا نافعا في هذا الفصل الذي أشرت إليه من كتابه آنف الذكر. الأول من هذه البواعث للخلاص من الذنوب مشهد إجلال الله تبارك وتعالى، أن يشهد المرء في قلبه جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. وقد قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا ما حدثت النفس صاحبها أن يرتكب ذنبا أو خطيئة عليه أن يشهد بقلبه جلال الله وعظمته سبحانه، وأن يذكر أن ربه الجليل العظيم سبحانه مطلع عليه، يرى فعاله ويسمع مقاله. فإذا ما تحرك في القلب هذا الباعث حجز صاحبه ومنعه بإذن الله تبارك وتعالى من ارتكاب الذنوب. الثاني من هذه البواعث أن يشهد القلب محبة الله، أن يشهد القلب محبة الله سبحانه وتعالى. وثمة أمور ذكرها أهل العلم تحرك في القلب هذه المحبة وتعظم من مكانتها في قلب العبد. وإذا شغل المرء قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى صرفه هذا الانشغال عن الوقوع فيما يغضبه جل وعلا،
لأن المحبة الصادقة تدفع صاحبها إلى البعد عن ما يسخط من يحب، ولهذا قيل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. الأمر الثالث من هذه البواعث أن يشهد القلب نعمة الله وإحسانه إلى عبده وفضله عليه، فضله على عبده بالصحة والعافية والمال والمسكن والمركب والسمع والبصر والقوى، فيذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وليحذر العبد أن تكون حاله تلك الحال البئيسة، فضل الله لا يزال عليه نازل، والملائكة صاعدة بأعمال سيئة وأقوال باطلة وأمور محرمة ارتكبها هذا العبد. ومما يذكر عن بعض أهل العلم أن رجلا من العصاة أتاه ونفسه تحدثه في المعصية، فقال له كلاما معناه: لا بأس أن تعصي، لكن اذهب في مكان لا يراك الله. قال: لا يمكن ذلك. قال: إذن لا تستعمل شيئا من نعم الله عليك في معصيته. قال: وكيف يكون ذلك؟ فذكره بأمرين: بنعم الله عليه واطلاعه سبحانه وتعالى له. هذا معنى كلامه. ولا شك أن العبد عندما يذكر نعمة الله عليه بالصحة والعافية والمال ونحو ذلك، وأن هذا كله من فضل الله عليه سبحانه وتعالى، ويذكر في الوقت نفسه خطورة هذه الذنوب، فإن ذكره للنعمة والفضل والإحسان يعد من البواعث العظيمة التي تدفع العبد إلى البعد عن الذنوب وارتكابها. الأمر الرابع مشهد الغضب والانتقام، أن الله سبحانه وتعالى يغضب ممن عصاه ويسخط ممن ارتكب ما نهى عنه، فلما آسفونا انتقمنا منهم. فالله عز وجل يغضب ويسخط وينتقم، فليذكر ذلك إذا حدثته نفسه بمعصية الله تبارك وتعالى، ليذكر غضب الله، وأن غضب الله وانتقامه لا يقاومه شيء، فكيف بهذا العبد الضعيف؟ فذكر غضب الله سبحانه وتعالى فيه أعظم رادع وزاجر للعبد وحاجز له من ارتكاب الذنوب. الأمر الخامس مشهد الفوات، عندما يطاوع نفسه بأن ترتكب الذنب الذي دعته إليه، كم سيفوته من الخير، كم سيفوته من الفضل، كم سيكون لهذه المعصية من الأثر على فوات حظه ونصيبه من تمام الإيمان وكماله. انظر
هذا المعنى وهذا الفوات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فكم فوت على نفسه هذا الفضل وهذا الخير وهذا الاسم التام الكامل، اسم الإيمان. فإذا كان بهذه المعاصي وبهذه الكبائر لا يصبح أهلا إلا أن يقال مؤمن فاسق أو مؤمن فاجر أو مؤمن عاصي أو نحو ذلك من الكلمات التي تدل على هذا الأمر الذي ارتكبه، فيكون بارتكابه للمعاصي فوت على نفسه خيرا عظيما، فوت على نفسه حظه ونصيبه من تمام الإيمان وكماله الواجب، وما يترتب على ذلك أيضا من أجور وخيرات. كم يكون فوت على نفسه حظها ونصيبها من قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كم فوت نفسه بالمعاصي والآثام من أمور عظيمة وخيرات جليلة في دنياه وأخراه. فإذا شهد مشهد الفوات وذكر نفسه عندما تحدثه بالمعصية: ماذا سيفوتني عندما أرتكبها، عندما أفعلها؟ كم سيفوتني من خير، من فضل، من نعم، من بركة في دنياي وأخراي. فلا شك أن شهود النفس لهذا المشهد العظيم، مشهد الفوات، فيه نفع عظيم جدا في مجانبة الذنوب والبعد عنها. الأمر السادس: مشهد قهر النفس وإرغام الشيطان. مشهد قهر النفس وإرغام الشيطان. والنفس والشيطان هما مصدر الآثام ومنبع الشرور. فإذا ابتعد عن النفس عن المعصية والخطيئة التي تدعوها إليه نفسه، تدعوها إليه نفسه الأمارة بالسوء، ويدعوه إليها الشيطان الرجيم، فإنه يكون بذلك قهر نفسه وأرغم الشيطان، وذاق حلاوة العزة بطاعة الله واتباع رضاه والبعد عن ما يسخطه جل في علاه. وقد جاء في الدعاء الماثور الذي يستحب للمسلم أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أوى إلى مضجعه: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وهذا تعوذ من مصدري الشر ومن نتيجتيه، فإن مصدري الشر هما النفس والشيطان. ومطلوب منك في هذا الدعاء المبارك أن تتعوذ بالله في اليوم والليلة 3 مرات، إذا أصبحت وإذا أمسيت وعندما تأوي إلى فراشك، من مصدري الشر النفس الأمارة بالسوء والشيطان. وأن تتعوذ من نتيجتيه،
وهما أن تجر إلى نفسك سوءا، أن تقترف سوءا أن تقترف سوءا في نفسك، أو أن تجره أي السوء إلى غيرك. فإذا ذكرت هذا المعنى وتركت المعصية قهرا للنفس الأمارة بالسوء وإرغاما لعدوك الشيطان واعتزازا بمحافظتك على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه غنيمة أعظم بها من غنيمة. الأمر السابع مشهد العوض عندما تترك المعصية خوفا من الله وطلبا لرضاه ورعاية لإيمانك وطلبا للفوز برضا ربك سبحانه وتعالى. هذا الترك الذي هو جزء من إيمانك كم سيعوضك الله عليه من لذة القلب وهناءته وسعادته وقرة العين والبركة في الحياة إلى غير ذلك من أنواع الخيرات. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا حدثت النفس صاحبها بأن يرتكب المعصية ذكر نفسه بترك هذا الذي تدعوه إليه نفسه طلبا للعوض من خيرات الدنيا والآخرة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده المؤمن الذي ترك المعصية خوفا من ربه ورجاء لثوابه وأملا بالفوز بموعوده جل في علاه. والترك للمعصية هو نفسه طاعة وقربة لله وجزء من إيمانك الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى قد دلت عليه دلائل وشواهد، منها حديث أبي هريرة المتقدم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الأمر الثامن مشهد المعية الخاصة. مشهد المعية الخاصة أعني معية الله سبحانه وتعالى التي اختص بها جل وعلا عباده الصابرين المتقين المحسنين. فإذا دعته النفس إلى المعصية صبر واتقى الله عز وجل وخاف عقابه سبحانه، فيفوز بمعية الخاصة، معية الله الخاصة، كما قال الله تعالى: إن الله مع الصابرين. قال الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية خاصة تقتضي النصر والحفظ والعون والتأييد والتسديد. فيشهد هذه المعية ويحرص على أن يكون من أهلها، فيصبر عن المعصية التي تدعوها إليه نفسه، ويتقي الله سبحانه وتعالى بتجنب ما يسخط الله عز وجل، ويحسن في عباداته وأعماله ليكون من أهل هذه المعية الخاصة. الأمر التاسع من هذه المشاهد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى مشهد معاجلة الأجل. معاجلة الأجل، والله سبحانه وتعالى يقول: لكل أجل كتاب. ولا يدري الإنسان متى تفجأه المنية ومتى يحضر أجله. وربما ظن في نفسه ولا سيما في قوته وشبابه أنه يعيش إلى ما بعد 60،
وما علم أنه ربما يموت غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمشهد معاجلة الأجل ومباغتته للعبد مشهد عظيم إذا ذكره العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تذكروا هادم اللذات، لأن هذا التذكر ينفع العبد باتقاء الذنوب ومجانبتها والبعد عنها. وإذا حدثته نفسه مثلا أن ينطلق إلى مكان كذا وكذا، سواء بسفر أو بدون سفر، مكان قريب أو بعيد، يقول لنفسه: هبي يا نفس أنك مت في الطريق أو مت في هذا السفر. وفعلا هذا حصل. خرج إنسان من بلده وسافر، ولم يكن له من نية في سفره إلا ارتكاب بعض المعاصي، ومات في الطريق. فشهود هذا المعنى وتخويف النفس به وتذكيرها له، وأن الأجل قد يفاجئ الإنسان، قد يأتيه بغتة، ثم والعياذ بالله يخرج من هذه الدنيا وكانت همته متجهة إلى المعصية وإلى ارتكاب الذنب. هذا جد أمر خطير، ولا يحب إنسان عاقل لنفسه أن يموت وهو في هذه الوجهة، وأن يهلك وهو في هذا السبيل والعياذ بالله. فهذا مشهد مهم إذا أحضره الإنسان في نفسه وتفكر فيه، كان بإذن الله سبحانه وتعالى حاجزا له ومانعا من ارتكاب الذنب. الأمر العاشر: مشهد البلاء والعافية. مشهد البلاء والعافية، وهذا أيضا من المشاهد العظيمة التي إذا شهدها المرء بقلبه وأعمل ذهنه في التفكر فيها أعانه ذلك إلى الحرص أو إلى مجاهدة النفس على البعد عن معصية الله تبارك وتعالى. البلاء والعافية. والذنوب هي أعظم البلاء، والعافية هي طاعة الله سبحانه وتعالى. فأهل الطاعة هم أهل المعافاة، وأهل الذنوب هم أهل البلاء. فالبلاء في الذنوب، والعافية في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان مصابا في بدنه، لكنه في أتم ما يكون عافية في دينه، وأحسن ما يكون عافية في دينه. وقد يكون الإنسان على العكس من ذلك، صحيحا في بدنه وليس معافا في دينه، أعطاه الله قوة وجسم وصحة ومال، ولكنه ليس في عافية في أمر الدين. أهلكته الذنوب وأوبقته. فيتفكر في هذا المقام، فإن فيه بإذن الله سبحانه وتعالى نفعا عظيما له. الأمر 11 مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن يعود الباعث الديني معارضة داعي الهوى على التدريج، بمعنى أن يعود نفسه على المجاهدة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
والمسلم فيه باعث ديني بالبواعث كما تقدم، وفيه دواعي للشر ونوازع للشر تأتي من هنا وهناك، فيحتاج أن يعالج ويدافع ويصارع تلك البواعث التي تدعوه إلى الشر بالباعث الديني، وهو ما يسمى بالمجاهدة. المجاهدة مقاومة تلك البواعث التي تحرك في نفسه الشر وتدعوه إليه. الأمر 12 مما ذكره رحمه الله تعالى كف الباطل عن حديث النفس. كف الباطل عن حديث النفس، لأن المعصية أول ما تبدأ في العبد غالبا تبدأ خاطرة في نفسه، ثم تصبح أمنية، ثم تتحول إلى هم يتحرك في قلب العبد، ثم يتحول هذا الهم إلى إرادة سيئة، ثم يتحول بعد ذلك إلى عزم يقارن الفعل. فمن الخير للإنسان أن يقطع هذه الخواطر السيئة في أولها، لأنها إن لم يحرص على قطعها في أولها تزايدت وتحولت من شيء إلى آخر كما سبق بيانه. فمن السهل عليه أن يدفعها عن نفسه وأن يقومها وهي خاطرة، مجرد خاطرة، قبل أن تزيد وتتنامى في نفسه إلى أن تصبح هما قويا أو إرادة سيئة أو عزما على ارتكاب الذنب وفعله. الأمر 13 مما ذكره رحمه الله تعالى قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى بصرف هواه فيما يحبه الله، بصرف هواه فيما يحبه الله. وذلك أن ثمة أسباب عديدة وكثيرة تحرك في قلب الإنسان الهوى في الباطل والإثم والحرام، فيحرص على قطع هذه العلائق والأسباب التي تحرك في قلبه داعي المعصية، وذلك ليس بصرف الهوى عن نفسه مطلقا، وإنما بجعل هواه فيما يحبه الله، كما في الحديث المروي من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الأمر 14 صرف الفكر إلى عجائب آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة التي هي كلامه سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وآياته المجلوة في التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولا شك أن شغل القلب بهذا التفكر يفتح للعبد من أبواب الإقبال على الخير
والبعد عن الباطل واللهو والضلال. وتأمل هذا المعنى في قول أولي الألباب: ربنا ما خلقت هذا باطلا. فأحدث هذا التفكر وحسن النظر والتأمل هذا الإيمان القوي: ربنا ما خلقت هذا باطلا، مما يدل على أن تفكر العبد في آيات الله العظيمة يقوي إيمانه ويزيد من صلته بالله سبحانه وتعالى، ويكون طاردا للوساوس الرديئة، طاردا للوساوس الرديئة. فهذا أيضا من الأمور العظيمة النافعة في هذا الباب. الأمر 15 مما ذكره رحمه الله تعالى التفكر في الدنيا وسرعة زوالها، وأنها دار ابتلاء وامتحان، وأنها دار الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي القرآن آيات عديدة في بيان مثل هذه الحياة الدنيا، وكذلك في أحاديث الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. والله يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي المتاع الزائل الفاني. فإذا تفكر في سرعة زوال هذه الدنيا وسرعة انقضائها، وأن الحياة إنما هي الحياة الأخروية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أما هذه الحياة فهي حياة سريع انقضاؤها، سريع زوالها. لو تفكرت في هذا الباب في اليوم الذي يقفه الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في انتظار بدء الحساب، كم يقفون؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ماذا يقارن 50,000 سنة بالمدة التي عاشها الإنسان في الحياة الدنيا؟ كم عمر الإنسان؟ ما أعمار أمتي ما بين 60 و70. نفرض أن شخصا ما عمره 60 سنة، أن شخصا ما عمره 60 سنة، إذا حذفت منها 15 أو دونها قبل البلوغ، وإذا حذفت منها ثلثها كاملة في النوم، لأن من عاش 60 سنة وهو ينام في اليوم والليلة 8 ساعات يكون في خلال 60 سنة نام ما يعادل 20 سنة، يكون نام ما يعادل 20 سنة. فالذي صفى لك من العمر قليل جدا. ماذا يقارن هذا القليل في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا تفكر في سرعة زوال الدنيا وسرعة انقضائها كان ذلك أيضا باعثا عظيما له للبعد عن الذنب. وانظر هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الأمر 16 مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تعرض العبد إلى من القلوب بين أصبعين من أصابعه، ومن أزمة الأمور بيده، ومن العباد طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. فعندما
تتعرض القلوب إلى من هذا شأنه سبحانه التجاء إليه وتوكلا عليه واعتصاما به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وإلحاحا عليه بأن يعينك، أن يعيذك، أن يقيك، أن يعافيك. وفي هذا المعنى دعوات كثيرة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أعطي الدعاء وصدق الالتجاء أعطي الإجابة. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا شرع لك في كل مرة تخرج من بيتك أن تستعيذ بالله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهذا باب عظيم جدا، ومن وفق لهذا الأمر وصدق في التجائه إلى الله سبحانه وتعالى أعاذه ربه وعافاه ووقاه. وإذا قال كما جاء في الحديث: من خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل: هديت وكفيت ووقيت. وقال الشيطان لآخر: كيف لك السبيل بمن هدي ومن هدي وكفي ووقي. وهذا يبين لنا مكانة الأوراد الشرعية والأذكار المأثورة وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الباب العظيم، باب الوقاية من الذنوب والمجانبة لها. الأمر السابع عشر مما ذكره رحمه الله تعالى أن يعلم أن فيه جاذبين متضادين، أن يعلم العبد أن فيه جاذبين متضادين، جاذب إلى الرفيق الأعلى وجاذب إلى أسفل سافلين والعياذ بالله، فهو يتنازعه هذان الجاذبان. جاذب إلى الرفيق الأعلى في الطاعة صلوات الله هي التي تعلي وسلامه وبركاته عليه، وترفع شأنه. يقابل هؤلاء يرفع الله الذين آمنوا طائفة أخرى، والذين أوتوا العلم درجات، هؤلاء طائفة أخرى الكلم الطيب يفعلون السبب، وجانب آخر إلى أسفل سافلين ويعتمدون عليه، وهو ويعطلون النفس الأمارة التوكل على الله سبحانه وتعالى اعتمادا على الأسباب والتفاتا بالقلوب إليها. فإن كان مع ثم الواحد من هؤلاء سعد وأفلح إن كتب له شيء وإن كان والعياذ بالله من المصالح مع جاذب الدنيوية الشر هلك عياذا بالله والمنافع فهذا الدنيوية، جانب إذا استحضرها العبد وتفكر فيه وقال إنما أوتيته على علم في داعي الشر وولدته كابرا هذا مما يجذبه إلى أسفل سافلين، فلا يكون معظما لربه فينأى بنفسه ولا مقرا بمنه وفضله وعطائه، يحطه أو يجعله في الحقيقة فيجني والعياذ بذلك بالله على نفسه جنايات عظيمة. الأمر الثامن عشر وإذا كان اعتماده على السبب أن تفريغ التوكل على الرب العظيم لنزول الذي بيده أزمة الأمور غيث الرحمة، فإنه بذلك وتنقيته من الدغل لا يحصل إلا الحرمان والخسران، الزرع لا يحصل إلا الحرمان والخسران، ثم ذلك أي مع فوات الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان تنقيته اجتهد صار متوكلا على السبب الذي بذله نزول الرحمة غير معتمد عليه الخير والبركة، فلم يحصل خيرا. وخذ مثالا ألمح إليه رحمه الله تعالى بحال الزرع، واخترمته المنية قبل إذا لم يتعهده أن ينال شيئا مما بذل جهده فيه،
فحرم نفسه التي تزاحم من خير الدنيا والآخرة، الزرع من خير الدنيا والآخرة. شربت أكثر الماء الذي للشجر التوكل وربما كانت على الله سبحانه وتعالى جمع ربما كان أيضا بين الأمرين. تؤثر على التوكل عمل وأمل، وتسبب موته ومرضه. التوكل عطاء ورجاء، فيحتاج هذا الزرع حتى يقوم وينهض على أتم ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، وحقيقة التوكل يبعد عنها الدغل أو النباتات هذين التي الأمرين معا تؤذيه وتزاحمه، ولا يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى حقا وضع فيها وصدقا إلا من حقق كان هذين الأثر الكبير الأمرين. في حياته، ومرت الإشارة وقوته إلى ونمائه وقوته كثير من أو عدد من ومثل المؤمن مثل الشجرة، نصوص الكتاب والسنة التي فيها الجمع بين هذين أصلها ثابت الأمرين، وفرعها في السماء تؤتي أكلها ثم إن كل حين بإذن ربها، ويضرب الله التوكل للناس لعلهم على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا مثل الذي محسوس مر معنا مشاهد، وهو أنه عبادة معرفة حقيقة عظيمة جليلة الإيمان، وأن مثله المسلم الشجرة في مصالحه كلها الأمر الدينية والدنيوية، إذ لا غنى له عن ربه تبارك وتعالى أن يعلم طرفة عين ولا أقل من الله ذلك سبحانه وتعالى جاء تأكيد هذه الحقيقة كما أسلفت وتقريرها في كثير ولعز من لا ذل له، الدعوات المأثورة عن النبي لا خوف صلوات معه، الله وسلامه وبركاته لا عليه. فقر معه، ولعلي أشير إلى وذلك في جملة منها الآخرة لتكون لا خوف عليهم ولا تلك الدعوات مسكا للختام. خلقه الله سبحانه وتعالى فمن ذلكم، لكن امتحنه في هذه الدار، فمن ذلكم حديث البراء في هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمور إذا أوى الرجل إلى فراشه ربما فتنته أو فتنت كثيرا من الناس، اللهم إني أسلمت نفسي إليك والعز الحقيقي ووجهت وجهي إليك واللذة وفوضت أمري إليك إلى غير ذلك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال واجعلهن من آخر ما تقول، غنى ولذة فأكرم بنومة نعمة وأمن تكون مختومة وغير ذلك. أكرم بنومة تكون مبدوءة ستكون سببا لهذه الكلمات في تحصيل تلك المقامات العلية إلى الله سبحانه وتعالى، وتفويض للأمر كله إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث أن من مات ليفوز على هذه في نومته على هذه الكلمات مات على الفطرة، وإن أصبح حصل خيرا، وإن أصبح حصل خيرا، لأنه فوض المعاصي لها أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين الله سبحانه وتعالى عن ابن عباس بخلاف من رضي الله عز وجل عنهما برعاية إيمانه والإقبال على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من كان يستفتح صلاته من الليل الذين يدخلونها يوم القيامة بلا حساب ولا عقاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، الحساب ولك الحمد العقاب، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وإن كان من ولك الحمد أهل الإيمان أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، فإنه لا يخلد ولك الحمد لأن الحق الخلود ووعدك الحق هو وقولك الحق المشركين، ولقاؤك حق بمعاصيه والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. ذلك اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. الأمر فاغفر لي ما قدمت وما أخرت رحمه الله وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم ألا يغتر وأنت المؤخر
لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة باعتقاده إلا بالله. أن مجرد العلم بما ذكر الصحيحين كاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه هذه البواعث اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت مجرد العلم بها وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني منه رحمه فأنت الله الحي الذي لا يموت والجن هذه البواعث والإنس يموتون. مجرد مجلس وشرع لنا في دخول المنزل وإنما أمور ينبغي أن تستحضر وركوب الدابة هذه المقامات عملا عند تناول على الطعام مجاهدة وعند قراءة القرآن وغير ذلك أن نبدأ بالبسملة بسم الله بالبعد عن وهذه كلمة توكل منها واستعانة هذا بالله تبارك وتعالى والتجاء إليه جل وعلا. والباء في بسم الله باء الاستعانة من التوضيح وشرع لنا والبيان عند الخروج من المنزل كثيرا بمراجعة لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن نقول بسم الله في كتاب توكلت على الله في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وشرع لنا ابن القيم رحمه عند سماع المؤذن يقول حي على الصلاة كلامه رحمه الله تعالى حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله ونصف وهي كلمة توكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى. وأنا لا أي لا تحول من حال إلى حال بالتغريدات ولا حصول قوة للعبد فتنشر إن شاء الله يؤدي بها مصالحه الدينية أو الدنيوية إلا من خلال هذه المسائل المتيسرة تبارك ونسأل وتعالى. الله الكريم والحاصل رب أن العرش العظيم الدعوات المأثورة الحسنى والأذكار وصفاته المشروعة فيها بأنه الله تعزيز لهذا المعنى إلا هو أن ينفعنا وترسيخ له أجمعين بما وتجديد لعهد الإيمان يزيدنا علما وقوة الصلة بالله سبحانه شأننا كله وتعالى. وأن لا يكلنا ونسأل الله جل في علاه طرفة عين إنه أن ينفعنا تبارك وتعالى أجمعين الدعاء بما علمنا الرجاء وهو وأن يزيدنا علما ونعم الوكيل وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا وصحبه طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. نستمع فيها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا. شكر الله للشيخ، نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين الحسنات ولا يحرمنا وإياه الأجر والمثوبة. يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه ومخالفاته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه، فملك ينزل بهذا يقول السائل: ما حكم قول البعض توكلت على الله ثم عليك؟ وهل حديث أقلها وتوكل ينطبق على هذا القول؟ فإن الرب تعالى إذا الصحيح أنه لا يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقول القائل توكلت على الله ثم عليك هذه عبارة لا تصح، وإنما العطف ثم يكون في مثل ما شاء الله ثم شئت ونحو ذلك مما يستقيم به العطف بثم. أما التوكل فهو عبادة قلبية لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى. يقول: أحسن الله إليكم، إذا كان يطلبني شخص بمبلغ مالي وقلت على الراتب، هل ينافي التوكل على الله؟ قوله على الراتب أي القضاء، قضاء الدين على الراتب عند أعظم من الظفر بعدوه من تحصيل له. الذي يظهر مثل هذه العبارة لا يقصد بقوله على الراتب اعتماد منه على ذلك، وإنما إحالة لمن عليه دين إلى الوقت الذي يكون فيه تحصيل هذا الراتب. فالعبارة الذي يظهر أنه لا حرج فيها والله أعلم. وشبيه بهذا السؤال يقول: اعتماد الإنسان على الراتب أليس يكون إضعافا لإيمان الإنسان كما التجارة أكثر اعتمادا على الله؟ هذا بحسب قلب المرء، بحسب ما يكون أو ما يقوم في قلبه. إن الله مع الصابرين وقوله لا ينبغي للمرء أن يعتمد على مثل هذه الأمور، وإنما يكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى وتفويضه لأمره، يجعل تفويض أمره إلى الله جل وعلا في جلب الأرزاق والمصالح الدينية والدنيوية. وعرفنا أن هذا المقام مقام لا بد فيه من بذل الأسباب، ومن بذل الأسباب في هذا المقام أن يحسن في وظيفته وأن يجيد في أداء عمله وأن يأتي به ناصحا غير غاش، فيأخذ ما يكون من مكافأة أو راتب وتكون مباركة عليه وعلى أهل بيته، ولا يعتمد على ذلك، لكنه يبذل السبب ويؤديه بأمانة ونصح، ويكون في كل ذلك متوكلا على الله جل وعلا. أحسن الله عليكم. يقول: هل ضعف التوكل والتفويض يعتبر ضعف في الإيمان؟ لا شك، لأن الأمر كما تقدم، أمر التوكل مبني على حسن المعرفة بالله عز وجل وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ومر معنا من الآيات ما يوضح هذا المعنى ويقرره، كقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت
قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، والوكيل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، اسم من أسماء الحسنى أي الكافي لمن توكل عليه والمعين لمن التجأ إليه، كما قال الله سبحانه أليس الله بكاف عبدا. فكلما قويت المعرفة بالله وأنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل، وأنه حسب المؤمن ونعم الوكيل جل في علاه، كلما قويت هذه المعرفة في قلب المؤمن كان لذلك الأثر البالغ في تحقيق التوكل. أحسن الله إليكم. يقول هل التوكل عمل قلبي فقط، حيث يرد قولا مثل توكلت على الله ويرد فعلا تشرب أحد الصحابة السم، فكيف أجمع بينهما؟ التوكل عمل قلبي، وأما ما يكون باللسان فهذا دعاء، مثل اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، مثل بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات فيها الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أمرها بحسب ما يقوم في قلب العبد، فقد يقولها قولا مجردا بلسانه فتكون عديمة الأثر أو ضعيفة الأثر، وقد يقولها عن إيمان واعتقاد وثقة بالله تبارك وتعالى، فتكون مثمرة الثمار العظيمة في حياة العبد. فالتوكل إنما هو ما قام في قلب العبد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا عليه وصدقا في الالتجاء إليه سبحانه. أحسن الله إليكم. يقول هل صلاة الاستخارة والإقبال على العمل مباشرة يعتبر من التوكل بحيث لا يدرس عواقب الأمور؟ صلاة الاستخارة فيها تفويض للأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الاستخارة تكون مع الاستشارة، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار. فمطلوب من الأمرين، مطلوب من العبد الأمرين، كما قال الله تعالى وشاورهم في الأمر وتوكل على الله، فلا بد من الأمرين معا، دراسة الأمر ومشاورة أهل الفضل والعقل واستنصاحهم، وبعد ذلك يستخير الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي هو قادم عليه وأقبلت نفسه عليه بعد الاستشارة والمدارسة والسؤال والتحري، فيصلي الاستخارة تفويضا منه لأمره كله إلى الله سبحانه، طالبا الخيرة منه جل في علاه. يعني الاستخارة تكون بعد الاستشارة؟ نعم، يستشير ويتأمل في الأمر، وإذا عزم يتوكل على الله ويؤدي هذه الصلاة مفوضا أمره فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وداعيا بهذه الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل وجود شخص يتفاعل الإنسان به معه في أي عمل ينافي كمال التوكل على الله؟ هل وجود شخص يتفاعل الإنسان به معه في أي عمل ينافي كمال التوكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، كان صلى الله عليه وسلم يحب الفعل، ولما سئل عن الفعل قال الكلمة الطيبة، والفعل ينشط المسلم ولا يعيقه، بخلاف التطيب والتشاؤم فإنه يثبت المسلم.
الفأل أمر ينشط العبد ويجعله يقبل على الأمر، ففيه منفعة ولا مضرة فيه. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل. نعم. والتفاؤل سواء بالكلمة أو مثلا بأسماء الأشخاص، مثل أن يكون ساعيا في تجارة فيسمع شخصا ينادي آخر يا رابح فيتفاءل أنه سيربح، أو مثلا يا راشد قال رحمه الله أو نحو ذلك من الأسماء فيتفاءل وينشر. تعرضه إلى من القلوب بين إصبعين طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. فلعله في كثرة تعرضه أن يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. التجارة فمن أعطى منشور الدعاء واستفادة من خبرته ودربته ومعرفته بالأمور، هذا أمر لا حرج على الإنسان فيه، ومن جملة الأسباب التي تبذل، لكن لا يكون معتمدا على تلك الحذاقة ولا على تلك المهارة، وإنما يجعلها سببا يتخذه في طلبه للرزق، ويكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى وحده، ويكون توكله عليه وحده. أحسن الله عليك. يقول هل يجوز لي التفويض المطلق بغير بذل سبب، وكيف أجمع بينه وبين حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ 18 التوكل أن يعلم العبد أن تفريغ ينبغي أن يكون كما تقدم صاحبا للمسلم في كل أموره وجميع شؤونه الدينية والدنيوية. وأما حديث قابلا فيه 70,000 حتى أصابه لابن عباس، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الزرع زرعا كاملا الذين لا بل يسترقون ربما غلب الدغل على الزرع فكان الحكم له، ولا يتطيرون العبد قلبه وعلى ربهم يتوكلون. وخواطره وبذل فيه بذر في أوصافهم والمحبة أنهم لا يسترقون، وعرضه لمهاب رياح الرحمة، وانتظر من غيرهم أن يرقيهم في أوانه، كان جديرا بحصول في هذا التفات من قلب من يسترقي إذا ذهب إليه. أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه تمام التوكل، لا يتنافى مع أصل التوكل، وإنما يتنافى مع تمام التوكل، لا خوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معها، وكمال لا نقص فيه، وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء والعز الذي يقارنه الذل وذكر الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، والأمن الذي معه قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ثم ذكر له قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسترقون، الذي هنا مشوب بضده، منبها بذلك إلى أن قول لا يسترقون تنبيه إلى الأولى والأكمل الذي هو كمال التوكل. لكن إذا استرقى الإنسان طلب الرقية من غيره لا يقال إن هذا ينافي تماما ينافي أصل التوكل، وإنما هو ينافي كمال التوكل. فهؤلاء لكمال توكلهم على الله سبحانه وتعالى فلا أفلح من استمر مع عوائده، فلا أفلح من استمر مع عوائده أبدا، ويستعين على الخروج على العوائد بالهرب عن مضان الفتنة والبعد عنها ممكنة، فما استعين على التخلص من الشر بهذه النار، وإن كان له فائدة كما قال عليه الصلاة والسلام شفاء أمتي في 3، وذكر منها كية نار. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإن كان فيه شفاء لا يفعلونه، وليس في هذا ترك للتداوي، لأن إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنواع من الأدوية
وابن القيم رحمه الله تعالى جمع في ذلك كتابه الطب النبوي من زاد المعاد، وذكر في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولما سئل: أرأيت رقية نسترقيها ودواء نتداوى به أيرد ذلك من قضاء الله؟ قال: هو من قدر الله. الشاهد أن التداوي لا يتنافى مع التوكل، وأما الاسترقاء والاكتواء فإن فيه منافاة لكماله وتمامه، ولهذا قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أحسن الله إليك. يقول: في ظل ما يشهده واقعنا من اعتماد الكثير في تعاملاتهم على المصالح والعلاقات، كيف يعايش المسلم هذا الواقع، وما هي الوسائل لتحقيق حسن التوكل على الله عز وجل؟ هذا يحتاج إلى إعادة المحاضرة من أولها. لكن بناء العلاقات دائما في أي عمل تجاري أو دعوي أو خيري، على كل حال التعامل في البيع والشراء أو التجارة أو الوظيفة بالخلق الحسن والمعاملة الطيبة والتعامل الكريم تقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يعد في صالح عمل المرء. وأما أن يتصنع للناس ويتعامل بالأخلاق للمصالح الدنيوية لا يقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب موعوده الكريم، فإن هذا ليس هو خلق المؤمن، وإنما المؤمن يتعامل بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتعاملات الكريمة تقربا إلى الله جل في علاه، وطلبا لتوفيقه ومده وثوابه وأجره سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن التصنع والتملق للناس، وإنما يعاملهم بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة الإسلامية رجاء لثواب الله سبحانه وتعالى والبركة والمثوبة في الدنيا والآخرة. وأما التصنع من أجل المصالح الدنيوية ثم إذا انتهت المصالح الدنيوية توقفت تلك الأخلاق، ليس هذا خلق. ولهذا من الأشياء الشائعة يعني يقولون سلام مصلحة مثلا، يقولون سلام مصلحة، أو يقولون مثلا ابتسامة من أجل المصلحة، أو أشياء من هذا القبيل. لا، ليست هذه الأخلاق الإسلامية، وليس هذا هو مقصود السلام ولا مقصود التعاملات الكريمة الفاضلة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. ومن لم يكن آتيا بالأخلاق الفاضلة متقربا بها إلى الله لا تكون يوم القيامة في صالح عمله، مهما عظمت تلك الأخلاق ومهما حسنت تلك التعاملات، لأنه لا يدخل في صالح عمل المرء إلا ما قصد به التقرب إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول: عبارات تكثر مثل الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، هل تصح هذه العبارات؟ الثقة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين هي خلاصة التوكل ولبه، والتوكل لا يكون إلا على الله، فالثقة التي هي خلاصة التوكل ولبه لا تكون إلا بالله. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه عن هل يجوز أن يقول القائل
الثقة بالنفس أو أنا أثق بنفسي أو نحو هذه العبارات، فأفتى رحمه الله تعالى بعدم جواز ذلك، وقال كيف يقول ذلك وفي الدعاء المأثور اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ كيف يثق بنفسه وفي الدعاء المأثور اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ فالثقة وكذلك الاعتماد مثل الثقة بالنفس أو الاعتماد على الذات أو نحو هذه العبارات، كلها هذه عبارات حديثة، كلها عبارات حديثة، وكثير من هذه العبارات دخيلة ولا وجود لها أصلا عند أهل العلم ولا عند المتقدمين. ومثل هذه العبارات إنما نشأت من ضعف البصيرة والعلم بالهدي الصحيح والنهج القويم المبني على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عظم التعلق بالأسباب والالتفات إليها. ولهذا من مثلا كان عنده دربة على ما يسمى مثلا بالمهارات أو الوسائل والطرائق في التعامل أو نحو ذلك، وتعظم تلك في نفسه، ربما تولد عنده بسبب تعلقه بهذه الأشياء، ربما تولدت عنده مثل هذه العبارات، الثقة بالنفس والاعتماد على الذات أو نحو ذلك من الكلمات. أحسن الله عليكم. يقول: هل الخوف من المستقبل ينافي التوكل على الله؟ أمر مستقبل الأمر بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والواجب على المسلم أن يبذل الأسباب المشروعة المأذون بها، وأن يكون معتمدا على الله تبارك وتعالى. وأما أمر المستقبل فبيد الله عز وجل. قد يبني الشخص بيتا على أحسن ما يكون ويموت قبل اكتماله، وقد يزرع زرعا على أجمل ما يكون ويموت قبل حصاده، وقد يغرس نخلا ويموت قبل إثماره، وهذا يحصل كثيرا. فأمر المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت، لكن على العبد أن يبذل الأسباب في أمور دينه وعباداته، يعمل بالحديث ويحسم أمره حسما تاما. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وفي أمور دنياه يعمل على ترتيب مصالحه وإيجاد مثلا المسكن ووسيلة النقل مثلا، وأمور الرزق والمعيشة للأولاد. وإنك كما جاء في الحديث أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فيبذل الأسباب ويعمل ويجتهد ويجد لنفسه ولأولاده، يعمل ويتوكل في كل هذه الأمور على الله سبحانه، ويستعين به جل في علاه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وليس هذا لأمر مستقبلي. شيخ، هذا الحديث قوله: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أخشى عليكم الدنيا، فيه أن تكالب الناس على الدنيا وانكبابهم عليها وتفانيهم في تحصيلها أمر مضر بالإنسان غاية المضرة،
ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولا يعني ذلك ترك الإنسان تحصيل مصالح الدنيوية أو اكتساب الرزق أو العناية مثلا بالتجارة الرابحة النافعة، لا يعني ذلك. لكن الشريعة جاءت بالاعتدال في هذا الباب، جاءت بالاعتدال، يبذل الإنسان الأسباب ويحرص على التجارة واكتساب الرزق، يعمل على مثلا الحرث، الزرع، اقتناء مثلا الماشية إلى غير ذلك من الأمور والوسائل والطرائق. الشريعة جاءت بالحث على ذلك والترغيب فيه، لكن لا يجعل هذه الأشياء مبلغ علمه ومنتهى قصده، وإنما همه الآخرة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا الهم والرغبة في ثواب الله والدار الآخرة لم ينس نصيبه وحظه من الدنيا بالوسائل المشروعة، متوكلا على الله سبحانه وتعالى معتمدا عليه. أحسن الله إليكم. جاءنا أكثر من طلب بإقامة درس أو يوم علمي لفضيلتكم عندنا في حائل، أو يكون على الأقل درس فصلي أو في كل فصل، فنرفع الاقتراح لكم شيخ، والمنطقة بحاجة لأمثالكم. وأنا أحيل الطلب على الكفاءات العلمية الموجودة في البلد، نسأل الله أن ينفع بهم أجمعين. يعني ما نأخذ منكم موعد يا شيخ على الأقل يوم علمي لشرح متن؟ لعل الكفاءات العلمية هنا يقومون بدروس، وهم قائمون إن شاء الله، دروس تكون يومية أو أسبوعية. وأشكر للجميع هذه الرغبة، وأسأل الله عز وجل لي ولهم التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. شكر الله للشيخ، ونسأله تبارك وتعالى أن يكتب خطواته وأن يكتب هذا المجلس من مجالس الذكر، أن يقال لنا في آخر مجلس أن قوموا مغفورا لكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعتذر لمن لم نعرض أسئلتهم لكثرة الأسئلة.